مش عارف ليه حاسس ان يعني لسه بدأت تسجيل فيديو دلوقتي والايتور هيحط الحته دي في الانترو. يا اسطى انت لو عملت انا هرفدك يا اسطى. تمام. مش اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات الرياكت بتاعتنا. معانا النهارده ميم زباله عبيط جدا، نخش رياكت عليها كلكم باعتينها سواء على الانستجرام فيسبوك تيك توك وات ايفر اللي بتعملوا عليه منشن يا باشا باخده واعمل رياكت عليه. قبل ما نبدا الفيديو انا عايز اطلب منكم طلبين. اول طلب تصلي على توحد الله وترزق لك هتوصل في النهارده 10000 لايك. والطلب الثاني هل يا جماعه خسيت؟ يعني هل انا باين ان انا خسيت؟ يعني بجد بجد مش بهزر ونو شيت بجد، عشان انا يعني هفجر مفاجاه. انا كنت اوفر ال 3 ديجيتس نمبر اللي هو 001 اللي هو فوق ال 100 كيلو يعني. تمام. والحمد لله كسرت الرقم ده. انا فخور بنفسي قوي يا جماعه وعايز انام. والله الجامعه مطلعه عيني، ولكن يلا بنخش على الميمز. طولت عليك في الانترو، يلا بينا. صلى على ابو الله، يلا بينا. اول ميم معانا لا جيت اوت من اولها. لا جيت اوت بره الفيديو. مش عايزين جيت اوت من اول فيديو، دي هتلاقيها حاجه كرنج قوي وانا مش ناقص. انا مش ناقص فقع على بالليل. خير 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 ماشي. خلاص يا اسطى تمام. هو الفيديو علق ولا ايه؟ يا جماعه عدى 8 ثواني من الفيديو وجيت اوت شغاله في ايه؟ طب نكمل. الحمد لله ماشي. الفيديو بدأ. Give me بيلز ووتر يا شريف. هي قالت اي ونت ووتر. انا كنت سامعها ديودرنت. والله ديودرنت اللي هو مزيل عرق. والله العظيم ليه يا جماعه بقى؟ انا ليه ديودرنت دي جت في دماغي؟ اصل انا في واحد معانا في الكليه بدون ذكر اسماء، مش هقول اسمه بجد، بس هو عارف نفسه. هو بيتفرج على الفيديو يعني. جدعان الواد ده انا اقسم بالله مستعد اجيب له عقد مع اكس او حاجه من اللي هي بتزيل العرق. الواد بيجي بيقلب ريحه القاع كلها. بس ما علينا، ده بس كنت بمناسبه الديودرنت ده اللي هو مزيل العرق. نكمل. لا يا توته لا يا توته لما تبطلي تغني الاول ابجد كيوته. طب ايه رايك تبطل تغني انت كمان وهديك ديودرنت من معايا يا عم هديه. انا بوزع ديودرنت يا جدعان. يلا يلا والله بص استنى تعالوا اوريكم الديودرنت بتاعي. مش عارف ليه بوريكم حاجه شبه كده، ولكن انا بستخدم الديودرنت ده او اللي هو فين. هو ده مش عارف. هو مش والله ما اعلان يا جدعان. هو اسمه لوريال مين اكسبيرت مش عارف. ما علينا. ده يا جدعان حاجه نظيفه مش مقاطعه، فرنسي مش امريكي، وريحته كويسه وبيقعد فتره حلوه. تمام. فانا هديك ده يا اسطى. هجيب لك معاه منه 2 جوه والله لسه جديد هديهولك. بس انت بطل غنى انت كمان والنبي يا شريف. يا لهوي يا لهوي. اهدي خلاص. عطشان. ده الفيديو فيه لسه بتبقي فيه دقيقة. لا مش من بدايتها كده. الجو يهد هموت من الحر. قلبي يا شريف. يا بنت ما تغنيش بقول لك. والله انت اللي كنت عايز واحد زي ده انت كمان. في ايه يا لهوي يا لهوي. انا مش عارف متخيل ان انا كمان شويه هغني كده. طيب نكمل. حرام عليك يا شريف بتضربها ليه؟ مالكش دعوه، انت كمان داخل تغني معاها وتلحن. البنت الناس كلها في الكومنتات بتقول ان هي صوتها وحش وما ينفعش. كومنتات كومنتات يا جماعه. هو ليه ادخل على الكومنتات اول صوره تطلع؟ انا مش عارف. انسان محترم وعندك موهبه المفروض كلنا نقف وراك يا جماعه. الكومنتات غريبه والله غريبه. طب انا عايز اشوف هل هم هيفضلوا يغنوا للاخر. اوصل يا شريف. لا بس كده. ايوه بارك الله في مرات. نخش على الفيديو اللي بعده يا جماعه. نخش على الفيديو اللي بعده. اوكي طيب من اول دلوقتي يا جماعه بدايه الميمز. تمام. من اول دلوقتي بدايه الميمز خلاص. بيقول لك سياده النائب بيسلم على الفقراء. اهم حاجه طبعا لما واحد يوصل لمنصب ذو شهره وذو نفوذ وذو مال برضو يتبرع. هو انا ليه قاعد بهبد؟ ما اخش على الفيديو ماشي. يلا بينا خش على الفيديو. الله اكبر الله اكبر. سيادة النائب بيسلم على الفقراء. الله اكبر الله اكبر يا سيادة النائب. في حاجه اخدتوا بالكم منها في الاول اصلا ان هو ايه. هو اصلا ايه يعني؟ هو ايه؟ استنى وهو واقف بيسبح مستني اللي يبدا تصويره وهيقوم داخل. فاهمني؟ بص اخد الاوكي منه قال له تمام يلا بينا وبيسلم على الفقراء بقى. اقل حاجه للرياء حرفيا. صورني يا ابني انا بسلم على العالم المعفنه دي. والله فعلا. الراجل ده من بلدنا وعمل اكتر حاجه فرحتنا انسحب من الانتخاب. اوكي ماشي. اوكي نخش على اللي بعده. بيقول لك بيحكها في السيد البدوي. طيب بالنسبه للسيد البدوي انا والله عبده تويكس دي من طنطا وابو عادل من طنطا اصحابي جدا يعني. وهم ذات نفسهم ما بيحبوش السيد البدوي او مش بيحبوه. بدعه يا جدعان. مش بدعه، ده حرام اللي هو بيعمله. فمش عارف يعني ايه بيحكها في السيد البدوي. ولكن انا اعلن اسمها ايه، عايز اعلن الحرب على السيد البدوي بس اللي هو من غير ما يبقى حرب يعني. اللي هو اعلن ان هو مفيش حاجه اسمها يا سيد يا كده. فاهمني؟ بس بتوع طنطا هيبهدلوني. ننزل لكم قريب. انسوا اللي انا قلت اي حاجه. ماشي. بيقول لك بيحكها في السيد البدوي.
هو ده ما يعتبرش تحرش؟ طب ولو ده تحرش فده يعني ده مش عارف اقول ايه والله ما عارف اقول ايه بجد. جهل وتخلف. يقول لك مش هيجي له اسهال تاني. الله عليك الله عليك والله. اوكي ماشي اللي بعد. سبحان من زرع في وجهه ايه دي ح ولا يا جماعه انا مش مركز مش شايف دي ح ولا كاف تقريبا. سبحان من زرع في وجهه حب الشباب امير المدمنين. لا دي مش نظر ده مكتوبه كده. امير المدمنين حفظه الله ورماه. هو ايه ده؟ كده واحد كده في الكومنتات نزل عليه الوحل. عليه افضل المذهب. وكأن النور يخرج من اللمبه. خادم الغرفه. استنى انا مودي النهارده حلو. او الواد اللي كان بيخطب خطبه الجمعه يوم الخميس تقريبا. ثواني يا حسرة على الغباء. استنى واحده محمد. محمد اهدى انت مهايبر ليه انت؟ ثواني يا جماعه كأنه واقف على 10 بشرين بالجد. محمد استنى يا جماعه الصوب بجد. خلاص يا جماعه هرجع لمود الفيديو. انا مش عارف انا مالي. تعالوا نبدا الفيديو من الاول يا جدعان. انا كل يا جدعان الكومنتات صعبه بجد يا جدعان. الكومنتات صعبه. المندي المنتظر بص يا ماشي تعالوا. يا حسرة على الغباء. يا حسرة على هو تقريبا جدعان ثواني. انا مش ثواني واحده. هو بيخطب في دولاب. انا مش واخد بالي. معلش انا مهايبر انا اصل اشرب بق ميه يا جماعه. معلش نكمل. يأتيهم رسول من الله كانوا به يستهزئون. يا حسرة على الغباء. بس كده. هو بجد بيخطب في دولاب يا اما اوضه ساونا تقريبا او حاجه كده. ماشي ما علينا. خش الحمد لله الميم ده خلص. تخش على اللي بعده. لا والله طب بصوا قبل ما نخش على الفيديو هقرا الكومنتات. بيقول لك وكأنه يحتضن حافظ اللحن بس. الشيخ المشناوي بيقول لك ليش نص التعليقات انتقاد؟ حلو. اخيرا حد بيقول تعليقات سلبيه تعليقات ايجابيه. ليش كلها حلو او ماشي. حفظه الله ورماه. انتبه لا طب تعالوا نشوف يا جماعه. انا مش هقول لكم غير حاجه يا جماعه معلش. لاي حد بيستهزأ اقرا الكومنت ده بس. فعلا ممكن يكون اقرب مني ومنك. ما ينفعش تضحك على الفيديو ده يا محمد. خش على اللي بعده. طب يا جماعه من اول هنا هنرستر الميمز ثاني ولا حاجه حصلت يعني. ان شاء الله الحته اللي فاتت دي كلها هشيلها في المونتاج. ده اول ميم معانا. بس نخش على الفيديو اللي بعده. لقاءات الشارع لا اله الا الله. ماشي. لقاءات الشارع دي يا جدعان بتبقى بلوى اقسم بالله. طيب تحب توجه رسالة ايه لماما؟ يا جماعه الشارع ده انا بمشي منه وانا رايح من الكليه. شارع يعني هو ولا مش هو؟ استنى لا دي مش عارف دي. بس هو شارع شبهه يعني. بيبقى فيه تكاتك كده وبتاع. اقسم بالله شارع من اسوأ الشوارع اللي انا بمشي فيه يا جدعان. في عيال بتقف فيه ما بين الساعه كده مثلا 8 ل 9. عيال كده شكلهم مسوخ بيبقوا ماسكين بيض او حاجه كده ماده غريبه ويحدفوها على العربيات ويطلعوا يجروا. عيل بيبقى بص لو قفشته عارف انت الواد عارف انت في ميم اللي هو اخدته كده طخ همسكه افتقه يعني. بقى مش عارف هو بتطرق بره الحاجات دي ليه. ولكن تعالوا نشوف لقاء الشارع. والله ممكن يكونوا بيسجلوا فيه وانا معدي من وراهم اصلا ولا حاجه يعني. ماشي تعالوا نشوف. تحب توجه رسالة ايه لماما؟ ماما بحبها قوي وربنا ما يخليها لك. يحرمني منها ويجعل يومها قبل يومي. ماما دي نور عيني. وانت نرجع كمان 5 ثواني بس. نرجع 5 ثانيه واحده. جيب من اول هنا. ماما بحبها قوي ايوه وربنا بحبها ما قوي. يحرمني منها ربنا ما ويجعل يحرمها يومها لك قبل منها. يومي. ماما دي نور عيني. يجي على يومها قبل يومك يعني. انت بتدعي عليها. وانت عاملة ايه؟ وايه انت الحمد ما انتبهتيش لله. معاها اصلا تحب توجه رسالة ايه لمامتي؟ ربنا يخليها لي يا رب. طب الحمد لله. بص خير الكلام ما قل ودل. والله الله ينور عليك يا بنت. والله احسنت يا ابني. مش زي التانية دي والله. يقولك شعب بيشرب بنزين. والله العظيم لا مش بنزين ده سولار. ده حاجة صعبة يعني. والله الشعب المصري ده ايه ده؟ ايه نادي محبين لغة الفنان ماجد الكدواني. طب ده لا بجد سؤال بجد. انا ليه ده مبعوت لي؟ تصدقوا سكسي قوي. والله العظيم مغري. والله العظيم مغري. تحس انك عايز تمسكه تعمل له كده فاهمني. والله العظيم تمسكه والله العظيم.
يعني حضرتك تبص اللغد الفنان ماجد الكدواني من غير كيوت كده، عارف؟ طب تعال نشوف مش عارف ده مبعوت لي ليه بس ماشي. باين لا كيوت والله كيوت جدا، عارف انت كيوت ماتيريال كده والله. الفنان ماجد الكدواني بحبك يا فنان والله. لو في اي اعلان انت بتعمل اعلانات لمولتو مستر ماجد الكدواني، يا ريت اي اعلان لمولتو جاي، انا بعشق حاجه اسمها مولتو. بص لي ومش عايز فلوس يا عم، ادوني منتجات مولتو ببلاش تمام. بيقول لك فكرت لغد شيكو. اوه تصدقوا ممكن برضو، لا لغد خالد الصاوي بس والله ممكن برضه. تصدق بقول لكم ايه، تيجي نعمل تير ليست لتقييم لغد الفنانين، ايه رايكم في الكلام ده؟ وعايز اقول لك انا وصلت لواخد تيك توك، انا اتبعت لي اعماق التيك توك والله. ماشي اللي بعده بيقول لك انا في البرزنتيشن اللي بحضر له بقالي اسبوع، والله النهارده اليوم اللي انا بسجل فيه الفيديو ده اقسم بالله عامل برزنتيشن النهارده. احنا كنا جروب من 5، انا عامل تقريبا 3/4 البرزنتيشن لوحدي، وواحد كمان برضو كان بيرد معايا، وواحد قال سؤال، والباقي كانوا قاعدين بيتفرجوا عليه. اقسم بالله لسه حصل النهارده. تعالوا اقول لكم بقى ايه اللي حصل، يعني ده اللي حصل كده ولا لا. الغنى، نبدأ من الأول. ده عندك بهجت مش معكم من أرض الأحلام، أرض الواقع، أرض الخيال. الغنى ولا الغنى؟ الغنى في الغربة وطن، والفقر في الوطن قربة. مش عارف تخيلت نفسي انا هو، يعني انا وانا بقول النهارده، بس كنا بنعمل والله بنقول عن فلسطين يعني وكده يعني تمام. ما علينا. اوبا فارس العصب تاني بيقول لك 59 ثانيه من انا عادي اكل الفطيره وما يشغلنيش. دي جديده، دي ما سمعتهاش قبل كده. ثواني. انا عادي اكل الفطيره وما يشغلنيش، انا عادي اكل الفطيره وما يشغلنيش. يا جدعان مخارج الحروف والله العظيم. هو بيتارجت تقريبا اودينس بلاد الشام او العراق تقريبا، او بلاد فارس او بنجلاديش. هو يعني الاكسنت دي. انا عادي اكل الفطيره وما يشغلنيش، انا عادي اكل الفطيره وما يشغلنيش. طب ايه الفطيره دي؟ طيب هو قصده فطيره يعني؟ وفطيره بايه؟ اوف يا جدعان شكل شوكولاته وبتاع. يا لهوي الدايت مبهدلني. ابغى اكل. بيقول لك هو قصده انا عادي اكل الفطيره والله بتحس ان فارس بيكتب كده ما عندوش سبيس في لسانه، ما عندوش مسافه في لسانه بالحروف. ماشي اللي بعده. بقول للمستر عايز اروح الحمام، قال لي قولها بالانجليزي. ايه؟ قال لي قولها بالانجليزي الاول. انا بعد 0.01 سكند من اللي حصل، او بعد هقول من الاول تاني معلش بقى معلش. بقول للمستر عايز اروح الحمام، قال لي قولها بالانجليزي الاول. انا بعد 0.01 ثانيه. منزل الوساخه دي يابا عليه بقى، عليه وعلى المذكره بتاعته وعلى على البي دي اف اللي فاتحه على البروجيكتور وعلى الطلبه. والله ببقى نفسي اعمل كده اقسم بالله. لو انت ما شفتش بابي التاني شوف بابي الاولاني. هو ده عم خفاجه صح؟ هو عم خفاجه قاعد في مستنقع ولا ايه المكان اللي هو قاعد فيه؟ انا المالك يا جماعه هو ده بجد؟ ثانيه، هو ده بجد ولا ده خرطوم؟ ده خرطوم 100% صح؟ ده لا يمكن يكون، ولا ممكن عم خفاجه يعمل كده بجد يعني؟ ما اعرفش. اللي بعده لما اتقال فيها تامر حسني وابوها يقفشك. لا ما عنديش احسبها. ساب العربيه والبالونه طارت وبتاع. انا اندمجت اصلا مع الفيديو مع الاغنيه بتاعت تامر حسني رحمه الله عليه بقى، فاهمني؟ ماشي اللي بعده. بيقول لك طول حياتي اسمع عن الشيخ لكن اول مره اشوفه. ايه بقى ان انا ممكن اصلي وانا بقميص النوم؟ لا اله الا الله. لا بص الحاد مش عايزين يعني. الحاد خلينا نخلي الاعلام في حاجه والدين في حاجه تمام يعني، مش ناقصه. ما تقولش ان هو جايبه شيخ بجد، اصل لو جابه شيخ وقال لها كده عادي دي تبقى بلوه. بص يا رب، مين اللي خلقك؟ مش ربنا؟ فعلا دي حقيقه. انت قدام ربنا اللي خلقك هو من غير بالهدوم ولا من غير هدوم، هو مش عارفك؟
كلامنا يبقى منطق. يعني انا مش بقصد ان انت يا اسطى بس اقلع النضاره، انت تلاقيه النضاره بس مأثره على السؤال شويه. ما ينفعش اللي انت بتقوله ده، ما فيش انسان عاقل يقول يعني يصدق الكلام ده. ليه بقى؟ ده اي يا جماعه صح؟ ده 100% اي صح؟ اكيد يعني بنسبه كبيره، بس ما فيش حد يصدق الكلام ده. ليه بقى؟ عشان احنا ربنا خلقنا كلنا وعارفنا كلنا من برانا ومن جوانا ومن كل حاجه، بس انا لازم اقف قدام ربنا باحترام، سواء بصلي سواء عموما، فاهمني؟ لازم يكون في حياء، يكون في احترام، يكون في نخش على الفيديو اللي بعده عشان يا لهوي يكون في حياء. ايه المنظر ده؟ والله عامل زي ريموت التكييف بتاعي. بصوا طب تعال نشوف الفيديو. بيقول لك سنين تعب عشان اوصل للجسم ده، ركز وشوف التفاصيل. شفناها يا غالي. ايه الصوت ده؟ انا هقول افيت هرس جامد قوي، بس هقوله يعني. عارفين انتوا فورمه الكمال الاجسام دي فورمه الكمال لله وحده. ما تحزقش بس في حاجه تنزل من تحت او حاجه، ولا انت اصلا هتلاقيك ما خدتش بالك 200 سنه بالجسم ده. بيقول لك انت اقوى عضله عندك هي القلب عشان خلاك تنزل فيديو زي ده. والله العظيم طبيعي اللي بتاخد منقصات. لا تهتم بالتعليقات الايجابيه. كمال اجسام كمال ابن. خش اللي بعده. بيقول لك لما صديقك الاسمر يقرب يفوز بالنقاش. والله اللي بعد ده الفيديو ده يا جدعان اقسم بالله عبد الرحمن صاحبي، وعبد الرحمن صاحبي اسمر زنجي، ولكن هو مش معترف بالموضوع ده. هو فاكر نفسه ان هو ميكس، بس هو زنجي اسود. هو مش معترف بكده. حبيت بس افضحه بس قدام الناس عشان ايه؟ وانهم دلوقتي والله الناس السمراء يعني هي اللي بتطلع موضه يعني، زي الكيرلي مثلا كده. اقسم بالله والله العظيم يعني الواحد بيبقى عايز ياخد تان مثلا او وشه ورنيش او حاجه كده، تمام يعني. وبيبقى دمه خفيف برضه، ما عدا صاحبي يعني عبد الرحمن دمه تقيل جدا، دمه سم. تعال نشوف الفيديو. ايها العبد الاسود، لقد اشتريتك ب4 دراهم سأبيعك بالناقص. ما حساش يا حصلت لحد دلوقتي ترزع زور لك عايز في النهارده يا جدعان. انتوا 10,000 لايك بقت صعبه عليكم يا جدعان. والله نسيتوا ايام قناه هيكا الاساسيه لما كنا بننزل نجيب الفيديو 30 40 الف لايك. والله عيب عليكم يا ابني. هرجعوا ايام المجد دي بقى. ماشي ما علينا، خش اللي بعده. مجد ولا مجد؟ انا اسف. الفيديو هيبقى 10,000 ديسلايك، الفيديو هيبقى 10,000 ديسلايك. نخش على اللي بعده. الناس بتصحى على كده. بحبك يا روحي وهتوحشني، وأول ما تصحى تكلمني وتحكي لي كل حاجة هتعملها. يا من يا صح النوم. والله كينج، والله احلى. تخيل تصحى على دي كل يوم، والله هتصحى. يا نهار ابيض. لا بس اختار الاولى برضو يعني. برضو الواحد تعب يا جدعان، الحلقه ناشفه خالص. المشكله ان في ناس قفشتني يعني. اللي انا بقوله ده وفي ناس قفشتني. مش هشرح وقف. نخش على اللي بعده. العماره بتولع، الاسانسير بيشيل 10 واحنا 9. صاحبك الادبي هو بيضحي. بطل كان مغمور ومحدش فيه سائل، حلمه ما شافش النور لكنه مات بيحاول. في كلام بطل كان مغمور ومحدش فيه. لا يا جماعه بص هقول لكم حاجه. الراجل ده هو اللي عمل الصح. ليه بقى؟ عشان ما ينفعش، ودي نصيحه لاي حد، ان ما ينفعش تركب الاسانسير وهو بيولع. ليه؟ عشان ممكن يولع وتتحبس جواه وتودع بقى، فاهمني؟ بس مش عارف يا جدعان الفيديو ده ما شافش النور لكنه اقسم بالله يا جدعان رجع ذكريات جامد قوي. لعبه جي تي اي فايس سيتي اللي بعده. فوبيا الاعراب. اعرب ما تحته خط. لا استنى. ايه ده؟ بعيدا اول ان الطلبه اكبر من المدرس. انا عايز ارجع للمدرس. لا اهدى انا عايز ارجع للمدرس. استنى اقف يا ابني، كفايه كرنج انت. اهدوا. ايوه استنى. ايوه لف تاني بقى مدرس. ايوه هو ايه ده؟ هو انت اصلا مناخيرك مهمه للدرجه عشان تحط تحتيها خط؟ والله يا جدعان النهارده انا اقسم بالله بسجل الساعه كام؟ الساعه 2 والله العظيم 2 الفجر، ورايا محاضره بكره الساعه 8 الصبح. فحالتي صعبه والله العظيم. ما بقى اللي بعده. لا شاورما وانا عامل دايت، ارحموني. اوعك تشتري لفه شاورما واحده، لانه ممكن يسبب لك اوجاع بالعمود الفقري، لانك بتكون حاملها بس من ناحيه واحده، وهذا الاشي بيسبب خلل في التوازن. لهيك اشتري 2 شاورما، وهيك بنحافظ على توازن سليم في العمود الفقري. وكرشك بقى هيدلدل اكتر، فاهمني؟ وايه وهتبقى زي ازازه الكوكاكولا يعني. بقول لك اهو من دلوقتي تمام. فالحق نفسك عايز تعمل دايت زيي، انزل على ال 100 كيلو لعبد الله. بصوا تقييم للباي يا جماعه، تقييم للباي. استنوا. ايوه لا جدعان والله متقسمه بس الاضاءه. ايوه هي بص هي بتبان شويه. طب التراي يعني التراي يعني في تراي والله العظيم.
في تراي والله بتبان في التمرين، بس يعني هو الدراع كبر عموما. بصوا الدراع مش عارف، تحس ان انا فود بلوجر بقيم ايه المنظر اللي انا واقف فيه ده. لما تسوي عمليه البواسير في مستشفى السير كانت نازله على الاخر، فقمنا باستئصال المنطقه الملتهبه. بالراحه يا دكتور انا سامعك، هو لازم ايدك. وضع طبيعي لاي جزء من جسم الانسان بيتم استئصاله بيحصل فيه احمرار وتوهج دموي لفتره بسيطه، وبعد كده يرجع لطبيعته. ربنا يطمنك يا دكتور، تسلم ايدك. في حد عنده استفسار تاني؟ لا يا دكتور. ايه الاصوات دي يا وديع؟ وزي ما انتم شايفين دايما بقت على الملأ، الجراحه المشرطيه اتشهر وبين وبيصوروا ده صوت وصوره. لا ده 4K. كل واحد ورا الثاني يشيك على الجرح اللي قدامه. يشيك ايه؟ هيعملوا ايه؟ ما يتكسفش. اللي ما يعرفش البواسير دي يا جدعان ما تعرفهاش، ما تسرش عليه، هتشوف حاجه غريبه يعني. اللي بعده ماشي. الميم بدات تحلو. اوكي بيقول لك في علم النفس غالبا ما تقوم المراه باللعب في شعرها كما تتجنب النظرات المباشره امام الرجل المعجبه به. البنات قدامي يا جدعان، البنات فعلا بيقعدوا يعملوا كده حركات كده، فاهمني؟ لما يكونوا ايه، فاهمني، قاعدين بيفكروا او تعالوا نشوف. قصدك ايه بالكلام ده، او قصدك ايه بالكلام ده؟ ان انا جات نو بيتشز؟ لا يا باشا، بجيب بيتشز يا باشا، ما تخافش، عيب عليك. احنا برضو العبد لله، برضو اقسم بالله ما الاقي كلبه عارف مثير الكلبه تيجي. بس المشكله لو الكلبه جت واتاخدت اللقطه دي واتبعتت لها في المستقبل، الكلبه هتسيبني، مش هلاقي كلبه فعلا تاني. انا بلبس نفسي عادي، مش مشكله. اللي بعده يقول لك بوف راح يقفل المحل. والله العظيم يا جماعه امنيه صح كرام مشاكل. طلع من السجن على فكره، طلع من السجن لقى كله محبوس. طلع اخد صدمه بقى، فاهم؟ طلع ما لقاش اي حد موجود. والله السندوتش مش عارف كبير قوي ما شاء الله. ما شاء الله. هي اللحمه دي لحمه ايه؟ هو لسه في تكمله؟ والله اعلان حلو بجد، اقسم بالله والله اعلان حلو، والله اعلان حلو بجد. بس والله ما رايح للمكان، احنا هنهزر. اللي بعده والمين مش عايز تخلص، فاضل 10 شيخ مثلا منهم. تقبلني يا شيخ زوجة تالتة؟ لو موافق اكتب منشور عن الجواز وانا هتواصل معاك. مين بقى اللي كاتب المنشور ده؟ انا عارف، دي مراتي ام مالك. هي عايزه تتاكد انا متجوز اصلا تاني ولا لا، فتروح بعت ايه؟ تقول لي تقبلني زوجة تالتة، عشان لو انا كتبت منشور عن الجواز ابقى ايه؟ لبست في قضيتين، ان انا اصلا بفكر اتجوز واصلا متجوز عليها، فدي التالتة بقى. شفتوا انا عايش في ايه؟ والله العظيم اقسم بالله. شفتوا الكماين اللي بتتحط لي؟ بس انا ان شاء الله ربنا معايا، عشان انا راجل طيب ان شاء الله، وهينجيني من كل المكر ده، ان كيدهن عظيم. لا في تالتة ولا يا جدعان والله العظيم. انا مش عارف ليه متخيل بجد ان ده مثلا سيرجيو راموس ومراته ده ليونيل ميسي، وهي بتراوغ وهو بيدافع. مالك انا مرمي جنبك. وبعدين بص الراجل اصلا باين عليه علامات ان هو طالع عينه اصلا، فاهمني؟ بقول لك ايه نصيحه مني، اقطع الشك باليقين واتجوز الثانيه والثالثه والرابعه من عندي هديه. يلا يا عم يلا. حبيبي يا شيخ. يلا خش على بقى. يا جدعان المنظر ده يا جدعان، ده مش ده الواد بتاع كان ظابط تقريبا او بيقلد محمد رمضان تقريبا؟ انا طول عمري عندي مبدا ما ابتديش العركه ابدا، بس لو العركه جاتني يسا اغير المبادئ. يا عم اهدى بس اهدى بس. بتعمل حمام في دي ولا ايه؟ استنى معلش. هو انت عامل دقنك بايه بجد؟ يعني انا دقني فيها جزء هنا مخروم هنا كده تمام، مش عارف مره واحده اتخرم، ما كانش مخروم لقيته مخروم، فانا عايز اعمله برضه، فاهم؟ فيعني لو تساعدني في الحوار ده ماشي، نكمل بقى. واطلع البنادق. انا طول عمري عندي مبدا يا اسطى، خد السجاده اللي وراك دي فريشها وصلي ركعتين كده وارجع لربنا، عشان اخر الطريق اللي انت بتعمله ده مش حلو يعني، اخرته اللي بعد. هنا رفعت الوزن. اوبا ده تمرين كتف ده يا جماعه، كتف امامي، يكور الكتف كده. بتمرن من اكتر التمارين اللي بكرهها. بص التيشيرت مشكله مش لاين عضلات، بس في كتف يعني، في كتف الحمد لله، ولكن التمرين ده تمرين كتف يعني. تعالوا نشوف اداؤه، هقيم لكم اداؤه. اول عده حلو الاداء، حلو، بينزل زاويه كويسه. ايوه الله ينور عليك، والله بجد تمرين حلو. ايوه ثالث عده وحش يالا، والله حلو يا جدعان، اقسم بالله جامد. وهنا من جوايا كنت عايز اقول يخرب بيتك، اهدى، وقف، اسكت
اسكت. ايه الصوت ده؟ لا اله الا الله. انا ما كنتش متوقع حاجه تقريبا. الصوت ده بيطلع مني وانا بتمرن يعني. انا اتفرج كابتن مؤمن هو اللي بيمرني، فبيطلع مني اصوات زي دي، فانت باكد عليا بقى كوتش هل بتمرن كده ولا لا، او بيطلع من الاصوات دي ولا لا. تمام، خش على اللي بعده. لما امي تقول لي اقلع البنطلون قبل ما تنام عشان اغسله وانام وانسى، هي الساعه 4 الفجر وانا نايم. طب ليه ما جبتش المشهد وهو بيقلعه بقى؟ وانا ليه هشوف محمد رمضان بيقلع حد يعني؟ مش عارف، انا ويرد والله العظيم. النهارده الحلقه مهيبره على الاخر. ايه اللي بعده بيقول لك راحت روحه ويا الفستق، واذا كميه الفستق قليله فالعيد لي اياها الغطه القويه. عم تعيد لي اياها بالغطه القويه. مرتين وثمن يقتنع الزبون. اسمع، وذاك الراجل جاله صدمه، الراجل بجد هيتخصم من مرتبه تقريبا او حاجه. والله جات له سكته قلبيه، حصل له يعني. بيقول لك عايز يتكلم بس مستحي. يابا اعلانات يابا. ماشي اللي بعده. الشيخ تاني بيقول لك حكمه اليوم. حكمه اليوم، ايوه، الناس سواسيه كأسنان المشط، يعني كلهم ولاد ايه ده يا جدعان؟ هو ايه حكايه الشيوخ النهارده؟ ايه ده؟ وايه المنظر اللي موقف عليه؟ هو الشيخ متعصب ليه يا حاج؟ اهدى، ده مش شيخ يا جدعان، ده ممكن يكون حد عنده بس مشكله في دماغه او حاجه يعني. ايه ده؟ لا يا جدعان الشيوخ النهارده مش طبيعيه، الشيوخ لحست. اللي بعده بيقول لك بقالي سنه خاطب، وكل اسبوع اروح يومين عند خطيبتي اتغدى واتعشى. من فتره كده نظرتهم ليا مش مريحاني. بيقول لك عشان بتفطر بره. يا جلنف يا جلنط، روح افطر معاهم برضو يا باشا وحلي معاهم. يا سلام لو الاقي كده عيله تفطرني وتغديني وتعشيني ببلاش. انا ما هتشوف الفيديو ده وتفشخني على فكره بجد. ماما انا مش بقول انكم مش بتغدوني تفطروني وتعشوني يعني، لا انا بقول بس ان انا ايه يعني تنوع، فاهم ايه؟ ماما خلاص انا لبست عليا القضيه. اخر فيديو معانا يا جماعه. لا اله الا الله على المنظر. ايه ده؟ الحمد لله بنعمات تم الصالحات خطبتها. ايه يا اسطى ده؟ انت عامل خط بارليف في النص ولا ايه ده؟ وبعدين ايه الشعر ده؟ دايم ايه ده؟ ايه يا اسطى؟ انت عايز عارف عشان تقصهم مش محتاج مثلا مكنه حلاقه او حاجه. انت عايز عارف انت في جرار كده بيقصوا بيه العشب، فاهمني؟ تمشي بيه كده. اقسم بالله ايه ده؟ انت مش مكنه ليزر، انت عايز مفاعل نووي يشيلها. ده مستذئب ده ولا ايه؟ لا كفايه انا بهزر، انا مفيش اي تنمر. الساعه توحدوا الله. بس النهارده 10000 لايك. مش عارف فهمت اخر الجمله دي ولا لا، بس بقول لكم اعملوا لايك. عايزين النهارده 10000 لايك. هو جدا. اكتبوا لي افكار يا جدعان، فيديوهات انزلها على قناه حيكه هنا برضو بجانب الرياكت يعني وكده، الميمز او رياكت على حاجات ثانيه بحبها. يوصل انا بوحد الله يوتيوب بيقول لك الفيديو جامد جدا، روح اتفرج عليه.